اليوم قاعدين يجهزون لي مقادير وصفة اليوم. سهرتنا اليوم صباحي. اليوم بدمج بين شيئين أنا وايد أحبهم، الربيان والمقلوبة. بسوي مقلوبة ربيان بطريقة سهلة ولذيذة وايد. أدري المقادير وايد بس ترى جدا سهلة. الوصفة يبي لها إعداد مسبق، تقلون الخضرة وتجهزون شغلكم وما تاخذ وقت. أول شي بستعرض معاكم المقادير. هذه مقادير المقلوبة، هي مختلفة عن المقلوبة العادية، مو شوية مختلفة، وايد مختلفة، بس المشترك بينها وبين المقلوبة العادية إن فيها بطاطا بيديان، فيها بصل مقلي، وبحط فيها فلفل مقلي بارد وحار، كزبرة وشبنت. وطبعا نحتاج حق حمسة الربيان نحتاج بصل وثوم، وهذا الربيان فريش منظف وجاهز، وهذه الزبدة حق حمسة الربيان، ونحتاج كريمة وكوكونات ميلك، وطبعا مكسرات للتزيين، وعيش مغسول ومنقوع. أنا بستخدم اليوم عيش بسمتي. شوفوا لما يكون كل شيء محضر وجاهز ما راح تاخذ الطبخة وقت. يعني إذا مقلين البطاط والبيديان والبصل وقاصين الخضرة ومنظفين الربيان راح تكون أسهل وأسرع مقلوبة. أوكي، أول شيء بحط زبدة بالجدر حق حمسة الربيان، زبدة أو زبدة وزيت أو سمن كيفكم. أوكي، أحط شوية زيت على الزبدة، ذوب الزبدة بالزيت، وبعدين أضيف البصل. مو وايد بنت الهاشمي كمية الزبدة والزيت، لا مو وايد، لأن احنا بنحط العيش مشخوط بدون دهن. اوكي، فنحتاج ان الصوص يكون شوية دسم. عندي هني بصلة كبيرة مفرومة اقليها، راح اقليها شوية زيادة، ابيها تاخذ لون. طبعا بهالاثناء انا غسلت العيش ونقعته. اوكي، قبل لا تخلص الحمسة نفوح العيش، نسلق العيش. شوفوا بالنسبة حق الربيان عندي هني نظيف مغسول، بس ما شلت الذيل. اوكي، بس كنا بشيله الحين احسن، يصير اسهل لنا بالاكل. ايش رايكم اشيله ولا ما اشيله؟ طبعا لازم تشيلون القشور وتنظفون ظهره. هذا ظهر الربيانة، تقصونه كذي بسكين وتشيلون الخيط الاسود اللي يصير ورا. اوكي، بس كذي الربيان نظيفه. طبعا الربيان ينغسل بماي بارد يا بنات، ابدا ما ينغسل بماي حار. وكل انواع السمك عموما، لان السمك ما له روح بسرعه يستوي، فما يصير ينغسل بماي حار. والله كنا بشيل ذيل الربيانه، احس اسهل بالاكل صح. خل اشيله، خلاص تشيلون هذا الذيل، تصير الربيانه كذي. طبعا الربيان جامبو مغسول ومقشر وظهره نظيف. شوفوا ابي البصله كذي تاخذ لون، ما ابيها بيضه. اوكي، ابيها كذي مشوقره ماخذه لون، لانه راح تعطيني طعم وايد حلو. نزل الربيان، الثوم المبشور، الحين اقلب الربيان وبعدين اضيف على طول الثوم المبشور. طبعا حسب الرغبه، انا عندي هني راس ثوم كامل مبشور. بسم الله، ريحة الثوم، وعلى طول نضيف البهارات لأنه يستوي بسرعة. أوكي، زيادة تعطيك ريحة وطعم خيالي. شموا الريحة، شموا خيالية. أبدي الحين أضيف البهارات. أوكي، بحط كزبرة بودر، ما راح اكثر بهارات لانه كافي. البصل راح يعطيني نكهه وايد حلوه. شويه كركم عشان يصير لون الصوص كذي مصوفر. بهار سمك بعد. شوفوا يعني قاعده احط شويه، ترى هذه قفشه وايد صغيره لانه ما بيصير طعم الاكل بهارات.
الشيء الوحيد اللي راح احط منه ملعقه كبيره او هذه ملعقه صغيره بس اقصد متروسه، اللي هو اللومي البودر، اللومي الاسود. واحمس الحين لين تطلع عندي ريحه البهارات، يصير ميكس خيالي مع الثوم والبصل، ريحه خنينه تينن. عجيب الريحه. لأن بحط بعد أنا بين طبقات المقلوبة وشوية كزبرة. أوكي. والشيء اللي راح يعطينا نكهة عجيبة، نكهة المقلوبة، البصل المقلي، نحط منه بعد شوية المقلوبة. وأحمس. تشمون اللي أشمه؟ تشمون ولا ما تشمون؟ شوفوا الحين نحتاج صوص حق الحمسة هذه اللذيذة. أوكي. لان احنا ما راح نطبخ العيش يعني ما راح نحط ماي ونحط العيش نفس المقلوبه العاديه، لا، لازم يكون الربيان فيه صوص. فشنو راح احط؟ راح احط كوب من كريمه الطبخ، وكوب من الكوكونات ميلك. اوكي، اللي هو حليب جوز الهند. ما تحبين حليب جوز الهند عادي تحطين كل الكميه كريمه، ما تحبين كريمة عادي تحطين كل الكمية كوكونات ميلك، حسب رغبتكم. لازم يكون في صوص ما يكون ناشف، وإذا كميتك أقل تحطين كمية أقل. أنا يمكن أحط كوب ونص بكوب ونص، كوب ونص كريمة بكوب ونص كوكونات ميلك. بالضبط. حسيت الصوص ناشف أزيد كريمة أو حليب جوز الهند. نقدر نسويها على شيء غير الربيان، ما ناكل ربيان، تقدرون تسوونها على صدور دياي. اوكي، بس تطبخون صدور الدياي فتره اطول عشان تستوي. تقدرون تسوونها على فيليه سمك تطلع تينن، ونفس الشيء تقلون مستويه تسوين نفس الصوص. طبعا اذا شيء غير السمك لا تحطون شبنت وكزبره، اوكي، ولا تحطون لومي اسود بودر عشان لا تعطونها يعني طابع السمك، عشان لا تصير مقلوبه عاديه، مو مقلوبه نكهتها سي فود. عرفتوا بنات؟ عشان لا يصير في غش، ترى انا زدت كريمه لان ابي الصوص زايد. سويت ميكس بين الكريمه وحليب جوز الهند. هني حاطه بماي حار بجدر ثاني بس لك فيه العيش. اوكي، راح احط بس كميه من الملح، فقط ماي، لا زيت ولا اي شيء، فقط ماي وملح. اوكي، اي زيدي. والله احط العيش الحين، وحلوه بعد على عيش مصري تطلع عجيبه، على نار عاليه لين يستوي العيش. انا اليوم بسوي مقلوبتي بهذا الجدر. اول كله بالصوص ماله. شوفوا، لان العيش راح يكون تقريبا ناشف، فنحتاج انه يكون فيها الكميه من الصوص. بعدين تصير طبقه العيش اللي فوق متشكل، وعلى طول فوقه راح احط البطاط، طبعا مقله جاهز استوي يعني. كثر ما تحبون العيش متشرب زيدوا كمية الصوص. وبحط البيديان ايضا مقلي. هذا البيديان مقلينه جاهز ايضا نوزعه، راح يتشرب بعدين بالصوص هذا اللي تحت. نرجع حق العيش قبل لا نكمل المقلوبة. شوفوا العيش تقريبا استوى، لا تخلونه يستوي 100%. لا تنسون ان احنا العيش عندنا بيشرب الصوص مال المقلوبة، فما نبي يصير. الحين نرد حق جدر المقلوبة. بحط بصل مقلي، اوكي، راح يعطينا طعم وايد لذيذ المقلوبة. وجزء بخليه حق التزيين حار عشان كذي ما طبخته مع الربيان. اوكي، ونحط رشة الشبنت. انتوا بس تخيلوا من المكونات، تخيلوا اللذة، تخيلوا النكهات. بعد ما حطينا كل مكوناتنا الحين انزله فوق خلطة المقلوبة الخطيرة. نار يا جماعة الخير على نار هادية. اترك المقلوبة من 20 دقيقة الى نص ساعة، بس حطوا بالكم لا يحترق الطبق، يعني لا تطولون. عرفتوا؟
الإضاءة من يصير عندي شيء أبيض ما أدري ليش شي ترمش. المهم ونغطي الجدر ونتركه على نار جاهزة وهني ومليون عافية. ورجعنا مرة ثانية حق مقلوبتنا. واضح رحت بدلت ورديت ها. يلا بسم الله نقلب جدرنا. خل أحط هذه بس علشان الإضاءة. طبعا أنا ما أعرف أقلب الجدر ودائما أخلي هذه المهمات حق أمي صراحة، المهمات الصعبة. أقلب الجدر وإن شاء الله ما يروح علينا العشاء. يلا بسم الله أقلب. يلا بسم الله. لحظة خلوا أخر على الكاميرا عشان إذا صار شيء يصير خلف الكواليس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. إن شاء الله ماكو شيء محترق. لا أشوى يا رباه. شوفوا جمال المنظر، شوفوا المنظر إيش كيف أزين فيه. خضار وعندي ليمون ضروري طبعا مع السي فود. ليمون وعلينا وعلى عيونكم بألف عافية وما شاء الله. وخلنا ننقل الحين المقلوبة إلى مائدة الطعام وناخذ رأي الجمهور، نشوف تقييمهم حق مو حلوة يا ويلهم. يا ربي خبرتنا اليوم ذا. يلا منو يبي؟ لحظة لحظة ربيان. ممنوع المخلوقات الصغيرة تقعد على الطاولة رجاء. اخذي ولدك روحي نومي. عصر ليمونة. الفلفل طبعا لا، إذا أنا ما وكلته أبوه بيوكله أكيد. أنا أبي هذا لذيذ. تاكلون بهدوء ولا أحد قال لي ثق بشغلي. أدنى قوية يعني ما يحتاج، بس يعني